يا صباح الفضايح والأسرار اللي محدش يعرفها. العالم ده مليان بلاوي ومستخبي فيه أسرار لو عرفتها شعرك هيشيب. النهاردة هوريك الوش التاني للحقيقة اللي محدش بيحكي عنه. هنبدأ بلفة سريعة في آسيا ونشوف أغرب اللحوم اللي هناك، وبعدها نطلع على أفريقيا ونشوف سوق التماسيح اللي بيتعاملوا معاها زيها زي السمك. ومش بس كده، ده أنا هوريك سحر التحنيط اللي بيرجع طيور من عالم تاني. وفي الآخر هنشوف كواليس صناعة الكتب وحكاياتها. افتح عينك واربط الحزام عشان اللي هتشوفه دلوقتي هيصدمك، ويلا بينا. تعال بقى النهاردة أوريك أغرب أنواع اللحوم اللي الناس بتاكلها في دول آسيا، زي الفلبين مثلا والصين. الناس بتاكل الخيول أو الحصان يعني، والغريب كمان إنها بتتاكل بكميات كبيرة. بيجيبوا الحصان ويذبحوه، وبعد كده بيشيلوا الشعر من عليه عن طريق النار. وعلى فكرة، لحم الخيل عندهم مش مجرد أكل وخلاص، ده بيعتبروه صيدلية ماشية على الأرض، لأنه غني جدا بالبروتين ونسبة الدهون فيه تكاد تكون مش موجودة، وعشان كده سعره غالي جدا وقيمته عندهم أعلى من لحوم تانية كتير. سيبك بقى من الخيول وتعالى أوريك اللي أغرب منها في أفريقيا. تعال بقى نرجع لأفريقيا ونشوف أغرب سوق تماسيح موجود هناك. مش عايزك تستغرب، التمساح اللي انت بتخاف منه ده الناس في أفريقيا بياكلوه عادي جدا، وهتلاقي السوق مليان منه زي السمك بالظبط. بيصطادوا التماسيح وبيبيعوها صحية أو بيبيعوها لحوم بالطريقة اللي انت شايفها قدامك دي. والغريب إن الموضوع مش مجرد أكل وخلاص، دي تجارة بمليارات. والجلد اللي انت شايفه ده بيدخل في صناعة أفخم البراندات العالمية، يعني التمساح ده عندهم ثروة ماشية على الأرض. سيبك بقى من التماسيح وأسواقها، وتعالى أوريك سحر من نوع خاص. تعال بقى أوريك أغرب أنواع الفن اللي ممكن تشوفه، وده مش فن تقليدي زي اللي اتعودنا عليه، يعني لا استعراض ولا حتى رسم، ده فن الكائنات الحية. أيوة يا سيدي، أي كائن بيموت بياخدوا الجلد بتاعه وبعد كده بيشكلوه من تاني، وبيرجع وكأنه سليم 100%. وزي ما انت شايف كده، حاجة شكلها جميل جدا. وهنا بقى السر اللي لازم تعرفه، الفن ده اسمه التاكسيديرمي، وده مش مجرد حشو وخلاص، ده سر الصنعة فيه إنك تكون فنان تشريحي عشان ترسم ملامح الوش وتفاصيل الجسم وتخلي الكائن ينطق بالحياة من تاني. سيبك بقى من سحر التحنيط وتفاصيله، وتعالى أوريك السمكة اللي سمها بيتقدم في اطباق. تعال بقى أوريك أغرب الأسماك اللي موجودة على وجه الأرض، واللي بيسموها بالسمكة التترادونتيداي. السمكة دي يا سيدي بتنفخ نفسها وبتبقى عاملة زي الكورة، بتملى نفسها بالهواء أو بالمية. والغريب إنها سامة جدا، بس الأغرب من كده إن في ناس بتاكلها، ومشهورة في الصين وفي اليابان. وتعالى بقى أقولك على المعلومة اللي هترعبك. السمكة دي جواها سم اسمه تترادوتوكسين، وده أقوى من السيانيد ب1200 مرة. يعني سمكة واحدة منها كفيلة تنهي حياة 30 شخص في دقايق لو الطباخ إيده اهتزت وهو بينظفها. سيبك بقى من السمكة اللي أكلها مغامرة، وتعالى نهدي اللعب شوية ونشوف سر الكتب اللي بين إيديك. تعال بقى أوريك الكتب اللي انت بتقرأ فيها بتتجمع ازاي. النهاردة دخلنا جوه المصانع عشان أوريك الطريقة اللي كانوا بيجمعوا بيها الكتب زمان، ولسه موجودة لغاية دلوقتي. الطريقة دي يدوية زي ما انت شايف، والشخص ده بيقوم بمهمة المانيوال كوليتر، بيجيب الورق ويجمعه بالترتيب وبسرعة رهيبة. والمعلومة اللي تهمك، رغم وجود المكن السريع، إلا إن المانيوال كوليتر المحترف لسه مطلوب في النسخ الفاخرة والكتب المحدودة، لأن عينه وإيده بيكتشفوا أي غلطة في ترتيب الورق المكن ممكن يعديها. سيبك بقى من ريحة الورق والحبر، وتعالى معايا للهند أوريك الناس اللي أكل عيشها من تحت الأرض. تعال بقى أوريك أغرب المهن اللي موجودة في الهند، وهي مهنة الماد هارفستنج أو جمع الطين. أيوة يا سيدي، الطين اللي انت شايفه ده مش مجرد أرض عادية، دي مادة خام بيقطعوها مكعبات منظمة زي ما انت شايف عشان تتوزع على ورش الفخار. وتعالى بقى أقولك على المعلومة اللي فيها أصل الحكاية. الناس دي هي العمود الفقري للصناعة في الهند، لأنهم بينقوا أنواع تربة معينة بتستحمل درجات حرارة خيالية، ومن غيرهم مش هتشوف أكواب الشاي الفخارية المشهورة هناك كلهد، ولا أواني الطهي اللي بيعتمد عليها ملايين البشر يوميا. وبس يا سيدي، لفينا العالم وشفنا العجب، من أول عادات أكل الخيول في الفلبين والصين لحد صناعة الكتب وطين الهند. رحلة بتعرفك إن كل شبر في الكوكب ده وراه حكاية وصنعة إحنا ما نعرفش عنها حاجة. قول لي بقى في التعليقات، هل قلبك جامد كفاية إنك تجرب تاكل سمكة التترادونتيداي، ولا آخرك تتفرج عليها من بعيد لبعيد؟ مستني رأيكم، وما تنساش اللايك والفولو عشان الرحلة اللي جاية هتكون أغرب بكتير. أشوفكم الفيديو الجاي، سلام.